حله على النار، احط فيها كوبايه من الرز المصري المغسول ومش منقوع متصفي كويس جدا. هحط عليه 3 كوبايات من الميه وهسيبه يغلي ويستوي كمان، مش يغلي بس. اول ما يفور ههدي النار. الرز بتاعي اتشرب الميه اللي انا حطيتها وكمان استوى جدا زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي بقى معايا لتر من الحليب، يفضل يكون من عند اللبان كامل الدسم. هقلب بقى كده بالراحه لحد ما كمان الرز بتاعي يتشرب شويه كويسين كده من الحليب اللي معايا. كده الرز بتاعي ابتدى يغلي مع الحليب، كل شويه بقى اقلب فيه كده علشان ما يلزقش معايا الرز في قعر الحله اللي معايا. دلوقتي الرز بتاعي اتشرب كميه حلوه من الحليب، وزودته كمان تقريبا كوبايه كبيره، يعني اخد معايا كيلو وربع من اللبن او الحليب. دلوقتي بقى هضيف كوبايه من السكر، والسكر حسب الرغبه زي ما احنا حابين نحط السكر بتاعنا. دلوقتي نص كوبايه من الميه، هحط عليها معلقه كبيره من النشا ومعلقه كبيره من اللبن البودر. هقلب بقى النشا مع اللبن في الميه لحد ما النشا يدوب. وزي ما احنا متعودين في النشا، ايد بتنزل بالنشا والايد التانية بتقلب علشان ما يكلكعش معايا. ودلوقتي معلقه صغيره من الفانيليا هحطها في الاخر علشان الريحه بتاعتها ما تروحش مع الغليان بتاع اللبن بتاعي. اخر حاجه بقى رشه واحده كده من الملح تعادل السكر بتاع الرز بتاعي. كده بقى جاهز معايا الرز بتاعي. هطفي عليه. اول ما اشيل الحله بتاعتي من على النار هيكون البولات اللي انا هغرف فيها جاهزه جنبي على طول، مش هستنى اجهزها. وانا بغرف هعمل الحركه دي، شايفين؟ تقليبه بسيطه كده واغرف، مش هغرف على طول علشان اللبن مع الرز يتوزعوا كويس جدا، ما يكونش عندي بوله فيها لبن كتير ورز قليل والعكس. شايفين بقى الوليمه دي من كوبايه رز واحده بس وكمان لتر وشويه من الحليب. دلوقتي انا هسيب الرز بتاعي يبرد. انا حاطه في بولات ليها غطا علشان اللي حابب ياكله هو ساقع وكمان يعمل وش مكرمش، واللي حابب ياكله دافي كده مفيش اي مشكله خالص، ممكن ناكله كده عادي جدا. وكمان البولات دي بتاعتي ليها غطا، هي الوحيده اللي ملهاش غطا اللي هي الصغننين دول. بس الكميه عندي كانت كبيره فحطيت في بولات مختلفه. دلوقتي بقى هسيبه يبرد او يدفى. دلوقتي اللبن الرز باللبن بتاعي بقى دافي، هغطيه. هقفل كل العلب اللي معايا كده، غطيت كل العلب بتاعتي. هحطهم بقى في التلاجة يسقعوا كده عشان يرطبوا معانا في الحر اللي احنا فيه ده. كده الرز بتاعنا بعد ما بقى جاهز معانا، شايفين مكملش ساعتين والوش بقى كريمي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. هو لازم يبقى الرز بتاعنا طري علشان يدينا النتيجة اللي احنا شايفينها دي كده. نشوف بقى قد ايه هو كريمي مع بعض. شايفين الرزاية تحفة جدا ازاي، وقد ايه هي كريمية ومن غير قشطة ولا اي حاجة خالص. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي جرب الوصفة وتعجبه يا ريت تسيب لي رأيه في كومنت، واللي اول مرة يشوف قناتي يعمل اشتراك، واللي عجب الفيديو يعمل لايك. سلام.